بالطريقة الصحيحة. بيروي هيرودوت تاريخ مصر كما سمعوا من الكهنة ويعدد لنا الملوك اللي تبوأوا عرش مصر مبتدئا من مينا. لا يفوت انه يذكر الاساطير او اي قصة يخبر بها واحد من الكهنة. وبيزغرف هيرودوت تاريخه بوصف الآثار اللي زارها، يتكلم بإعجاب عن لابرانت، عن بحيرة موريس اللي في الفيوم، والمعابد العظمى في سايس بوباسيتيس، والتماثيل أبهاء الأعمدة بمدينة منف. من الجلي أنه اهتم كثيرا بالمسائل الدينية، حاول أن يجد بين آلهة مصر ما يطابق آلهة الإغريق، وبيصف لنا الأعياد بالتفصيل في المدن الكبرى، ووحي كل إله والعادات الجنائزية. وبيتكلم باحترام عن أوزوريس، محذرا دائما ألا يذكر أي معلومات تتضمن أي كفر بديانات أولئك القوم. خد بالك هيرودوت كان قريب من سنة 300، يا ريت واحنا في 2024 حبايبنا ما يكفروش اي حد، ومجانس اوعى تكفر اي حد. كتاب هيرودوت هو اكثر من كتاب تاريخي او جغرافي، هو مجموعة من التقارير الدقيقة جمعها رجل محب لمعرفة كل شيء، مرهف الحس، على استعداد دائما للإعجاب بكل ما يراه، ولا ندهش أن يكون بوسع كل فرد أنه يكون مصريا. كده وصلنا ان احنا نبدأ بقى نتكلم على الهيروغليفية. يخامر كل من رأى الآثار المصرية أو سمع عنها شعور واحد، هو مزيج من الغرابة والإعجاب لما يرى الصور العديدة للرجال، حيوانات، أشياء من كل صنف ونوع، والجموع المنظمة من الناس، إما جالسين أو متكئين على عصي طويلة، والبط بيطير من البركة، تلك العيون الملونة واللي بتحدق النظر فينا. هل يمثل كل رمز حرفا؟ الجواب لا، للي عايز يتعلم الهيروغليفية. في عدد من الرموز المختلفة الهيروغليفية أكثر من 700. إذا كان الأمر هكذا، هل يمثل كل رمز كلمة واحدة؟ الجواب ليس دائما، إذ عندئذ لا يكون عدد الرموز كافيا، إذ كان الرمز الهيروغليفي لا يمثل حرفا ولا كلمة، فماذا يمثل إذن؟ إذا أردنا إن احنا نفهم الطريقة الهيروغليفية، وجب علينا إن احنا ندرك الطبيعة المتقدمة لكتابتنا الهجائية، اختصار جميع الأصوات والمجموعات الممكنة إلى طريق الكتابة
تتآلف من 20 حرف أو نحو ذلك، استغرق من البشرية بضعة آلاف من السنين. يبدو لنا تقسيم الكلمة لمكوناتها من الحروف الصحيحة، حروف العلة، مسألة أولية، لأننا تعلمنا كيف نكتب من نعومة أظافرنا بيد أن الرجل البدائي اللي لا يعرف شيئا عن الكتابة يدرك من عدة أشياء فكرة واحدة أو صورة شيء له صورة وصلة بهذه الأصوات. لم تطرأ فكرة الكتابة الهجائية أو تقسيم اللفظ لعدة أصوات في تاريخ الكتابة إلا في زمن متأخر جدا اتجه الإنسان في البداية لتمثيل الأشياء في صورها الحقيقية، يعني لم تكن ليها رموز. وابترى الطريقة دي رسوم الكهوف من عصور ما قبل التاريخ. لم تعد الطقوس السحرية تؤدى على الحيوانات نفسها بل على صورها، وده أساس الكتابات المبكرة. نشأ عنها في حالة الرموز الهيروغليفية فن كتابة الأفكار والتصورات، وأول استعمال للرموز في التعبير عنها. هكذا علشان يكتب قدماء المصريين كلمة سمكة أو سفينة أو بيت رسموا صورها مصغرة عشان يعبروا عن شيء غير ملموس زي الأعمال البدنية. رسموا رموزا تبين إحدى مراحل هذا العمل. على هذا هتكون الطريقة دي بسيطة جدا. بتقابلنا صعوبات ما عند التعبير عن الماديات واللي بتحتاج لرموز أخرى. ومن الطريقة دي كيف يعبرون عن الجعة اللي هي البيرة أو عن الريح. ليس للسائل شكل خاص، أقصى ما يدل عليه هو اللون إن وجد. لا يمكن أن نرى الريح، إنما ندرك تأثيرها وأثرها. في الحالة الأولى استعمل الكتبة صورة القدر اللي توضع فيها الجعة. إذا لم يوجد ما يناسبها استعملت العبوة لتمثل ما بداخلها علشان يمثلوا الريح. رسم قدماء المصريين صورة شراع كامل، استعملوا الأثر للدلالة على السبب. يعني اللي بيدرس اللغة الهيروغليفية لازم يعمل العقل والخيال. ومن هذا نرى أن كان لدى قدماء المصريين عدد كبير من الرموز يعبر عن الأشياء المادية والأفعال اللي بتدل عليها صورها بسهولة. دي طريقة ممتعة في الوقت ذاته محدودة جدا. كيف يمكن التعبير عن كلمات زي سيد، خادم، زوجة أو أخ؟ كيف يمكن التعبير عن أزمنة الفعل أو عن الضمائر أو أسماء الإشارة أو المصادر زي السعادة، الصحة، المرض، التفكير أو الكلام، أو عن الأفعال